هذه الأيام، هذا اللي قدمت عليه المملكة المغربية تشجيع يعني ظاهرة العنصرية، منين عجزت، منين فشل البوليس وفشل الجندر وفشل الجيش وفشلت المحاكمات السورية وفشلتها كاملة، اللي قد عادوا يزجوا يعني المجتمع المغربي كامل، خاصة تحت شعار الأمازيغ والأمازيغية إلى آخره، يزجوا بهم إياك يعني يعتدوا على الصحراويين، إياك يعزلوا الصحراويين، إياك حقيقة يقوموا بشيء مماثل للي كانت تقوم به يعني نظام بريطوريا العنصري ضد السكان الأصليين الأفارقة. إذن العنصرية في أبشع مظاهرها، في أسوأ يعني تجلياتها، هذا يسبوه في الأمازيغ إلى آخره لا أساس لها من الصحة. هذا فعل للمخابرات المغربية، يستعملوا هذه الورقة. احنا ما بيننا ما هو الخير والإحسان مع الشعب المغربي، ولا بيننا ما هو الخير والإحسان مع يعني الأمازيغ المغاربة والأمازيغ شمال إفريقيا. احنا امتداد لهم، وهم جزء منا واحنا جزء منهم، واحنا يعني كشعب كمجتمع مزيج من العرب والأمازيغ والأفارقة. وحدنا الإسلام، وفي الإسلام يربطنا معهم هذا، ما بيننا معهم الخير الإحسان. وبالتالي علينا احنا الصحراويين والمغاربة، أمازيغهم وعربهم وسوسهم وغيرهم والى آخره، نعرفوا على أنه في المغرب ثم نظام المخزن اللي حقيقة يخبط يعني شيء منا بشيء، إياك يبقى هو الحكم، إياك يبقى هو فوق. علينا حقيقة نتفطنوا لهذه المناورة الخطيرة، وننادوا يعني المغاربة نستنكروا وفاة الطالب المغربي اللي توفى في مراكش. وعلى كل حال نقولوا ونأكدوا ونثبتوا للمغاربة على أن الصحراويين بريئين تماما من وفاته من دمه. ويعني كذلك تأجيج يعني العنصرية اللي جات له وسائل الإعلام الرسمية المغربية، بما فيها تلفزات، بما فيها يعني سلطات إلى آخره، ومحاولة الزج يعني شرائح من الشعب المغربي ضد الصحراويين، لمضايقتهم، الاعتداء عليهم، لقتلهم إلى آخره. اعتبرها على أنها مناورة خطيرة. علينا احنا والمغاربة نتغلب على هذه المناورة، ندعو مواطنينا إلى يعني الحكمة والتبصر ومد يد الخير للإخوان المغاربة. كانوا أمازيغ والله كانوا عرب، نمدوا معهم جسور وأواصر المحبة، إياك نفشلوا يعني مناورة المخزن. وعلى كل حال نقولوا للمغاربة، هذه 33 مغربي إخواننا المغاربة، عار عليكم هذا اللي عدته الشعب الصحراوي، تعتداوا عليه بهذا الحجم البشري من سنة 1975 وانتم مواصلين هذا الاعتداء الظالم. ما نكون لكم هو الخير، احنا ننادوا بحقنا المشروع اللي يكفلنا القانون الدولي في الحرية وتقرير المصير والاستقلال، ونقول لكم على أن إن شاء الله منين نفوتوا لين نستقلوا مرحبا بكم عندنا. كيف احنا مولي ندعوكم أن ترحبوا بنا عندكم، ونتقاسموا كل ما لدينا، ونعيشوا يعني في ظل الحرية وفي ظل التفاهم وفي ظل التعايش السلمي، ونشركوا معنا جيراننا كاملين، يسوى في الجزائر، يسوى في موريتانيا، يسوى في تونس، يسوى في ليبيا، على مستوى المنطقة اللي احنا موجودين بها، وننشروا يعني أواصر الخير والمحبة إلى آخره. هذه قضية إقصائنا، وهذه قضية التنكر لوجودنا، وهذه قضية يعني الصحراء مغربية وانتهى الموضوع. اللي يبغى يموت واللي يبغى يحيا، هذه ما هي اللي تلحق البلد، وهذه سياسة فاشلة. وفات الاستعماريين كاملين من فرنسا إلى إسبانيا إلى النظام العنصري في جنوب القارة إلى المستعمرات البرتقالية كاملة، فات وأخذت على هذه السياسات اللي هي وذي المواقف اللي هي إلى آخره، وفشلت. وفي النهاية حقا لا الحق، وتقرير المصير لا بد منه، والاستقلال لا بد منه، والصحراء دولة مستقلة بجوار المغرب لا مرد لها. وإحنا الآن مقبلين على إحياء ذكرها ل40، ومطالبين الصحراويين كاملين على أنهم يحضروا ويوقفوا ويعبروا العالم على ذيك الكلمة اللي قالوا سنة 1976 على أنهم مؤسسين الجمهورية، على أنها فعلا وقولا قائمة ومستمرة، ويعرضوا حقيقة قوتهم، ويعرضوا يعني أنفسهم للعالم كامل. إياك هذه الحقيقة
يستكمل الاعتراف بها ونستكمل الاستقلال الوطني.